يقول هات بابا، والله العظيم هالبر الرحيم ما نقبل بحوثي بابا، كل العنصري ابني مقري من يقبل بحوثي بابا، والحوثي مصمم بابا، والقاتل مهنجم بابا، والسارق معلم بابا، ما واحد يقول بم بابا، والعالم حرف يا السبع العجاف يا اصحاب الصراخات بابا، والمسكين خاف من حفل كتاف يا اصحاب الشعارات بابا، غابة ومفرغة. ادخل لا تمد ايدك، لا تمد ايدك، حرك، لا تمد ايدك، سارق لا تمد ايدك، لا تطول ايدك، اجلس، لا تطول ايدك، لا تطول ايدك، سارق، لا تطول ايدك، احترم نفسك. عين سارق والله لا اقوم اكسر فمك لو جيت. هذا يهنجم، سارق ويهنجم. حرام لو طلق لا محرص صدرك. ايش فيك يا اخي انت؟ سارق بيبي هذا ما بالسلامة ما سارق، هذا دخل سرق في البيت، دخل يسرق من البيت ويجي يزق منه، وذا الحين بيدقها بحرره وهنجمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف انتم؟ الله يحفظك ويسلمك ويعافيك. كيف حالكم؟ طيبين؟ معانا قضيه اللي هي جينا على سبها. اهدأوا قبل القضية، معي لكم كلمة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اختارنا من بين هذه البشرية وطرح لنا اسمنا في كتاب الله، كونوا أنصار الله. من هذه اللحظة احنا اختارنا، فضروري نكون يعني نموذج حي للتسامح والحب والوئام عشان نكون كتلة في مواجهة الأعداء الصهيوني الأمريكي السعودي الذي يحاول أن يزعزع أمننا واستقرارنا. فإحنا لابد أن نكون يد واحدة في مواجهة أي خطأ، ولا نتسامح ولا نتنازح مع أي واحد كان. فعلا، والمواطن يجب أن يقف مع حكومة أنصار الله على أساس الله أكبر، الأمن والأمان، ويجب علينا أن نكون. أنا ارتحت لك من وقت ما دخلت. وأنا ما جينا لهنا إلا أن نحن واثقين من العدل وكل شيء في أنه نعم. على أيديكم. وأنا سنقيم العدل على كل واحد إن شاء الله. وأعجبني الشعار فعلا. نعم، الشعار هو شعار قرآني وسنطبقه من الآن في هذا. احنا طبقناه من أول ما جينا وسنواصل في تطبيقه. وإحنا معنا مشكلة. طيب على طول، ما هي؟ سارق، مسكنا السارق في وسط البيت وقد بز الذهب وبز الزلط وبز ولا عاد خلاه شيء. ولن نتسامح ولا نتسانح مع أي واحد يبد يده على شيء مش حقه. نعم. وبالذات هذا الأيام بدأت القلاقل والدواعش يفعلوا لكم من هذا الحركات، يقولوا السرقة ازدادوا والهذا على سب من أول ما شوهوا. ونحن في أرقى عصور وفي أفضل عهد مر على اليمن في عهدنا، لكن زاد السرق. طيب من هو هذا السارق؟ من هو؟ موجود. من هو؟ حاكي إذا موجود. لا نعم. لا تحترف الشرط جسا كذا حاكي عدو بيهنجم جاء من معي حمام. هذا متيذا، هذا الصوت مش غريب علي. من أبو الدحداح، حياك الله. كيف الأحوال؟ أهلا بالأسد، أهلا بالغضنفر، أهلا حياك رفيق السلاح، حياك كيف حالك؟ هذا رفيق الدرب، هذا الذي كنا في معسكر واحد، كافحنا الحروب الخمس. نعم جمعة. نعم، ولم نتخلف عن أي حرب، كنا ناكل سوا، كل شيء سوا، والحرب والله ما نصدق انك قدامي. حياك اخي، تفضل والله لا تجلس، والله لا تجلس. كيف حالك؟ اخبارك؟ اسلم يا ابو. الله، ما اجملها من ايام، ما اجملها من الليالي. تتذكر هذيك الليالي؟ ايش ايام هذه كان ونحن ناضل في الجبهات. نعم، وبالذات في اللحظات اللي كنا نفقد وما ادري فين تروح الحاجات، والجن هول الدواعش الكلاب بيرسلهم علينا. ها كيف؟ كان الدواعش الكلاب بيرسلوا علينا جن. ايوه. ما نشوفهم. ايش يفعلوا؟ ياخذوا المونه، ياخذوا التونه، ياخذوا كل شيء، تختفي ولا يبقوا شيء، حتى الزلط. نعم. في الكتيبه انا ما قد شفت جن يسرقوا زلط الا في يا اخي الدواعش ولا. انت كنت انت وياه في نفس الكتيبه. كيف دريتوا انهم الجن يعني؟ الجن ما لهم الجو قد ما عاد بش حاجه. هؤلاء
معاهم جن معاهم سحرة بيرسلهم لعندنا. تمام. الله كيف سبحان الله العظيم. باين في وجهه انه فعلا انه ما شاء الله والله ما كان يبقوا حاجة. كنا نسمر انا وياه اقوم ما عاد باقي شيء. نعم. الجن يجوا بس. المهم حياك الله. حياكم الله. وقفت على هذه الايام ما بتسوي؟ مشغول شوية الله. مشغول؟ شوية يعني. تمنيت تكون فاضي لان معانا عمل رائع. لا مشغول شوية يعني مش قليل. طيب تمام ان شاء الله. احنا معانا عمل ومكان ووظيفة شاغرة في وزارة النفط. تمام. ولا في أي وزارة هذا ما هو ما شاء الله عليه. ولا براحتك يعلم الله ان مكانك هذا مناسب. يو هلا والله مكانك المناسب. تمام. وتحكم في اي قضية وابدأ بهذه القضية. أي قضية؟ قضيتنا هذه ما ينفعش ما ينفعش. ليش؟ لأنه ذا الحين ما هي قضية. أنا نسيت يعني الله يشغلني. إيش الموضوع؟ ولا شيء ولا أي قضية. هذا صاحب البيت ولاش ولا في قضية. أنا سمعت سرقة وما ما هو. إيش الموضوع؟ ولا به موضوع. ما فيش حاجه الحمد ما لله. فيش. أنا أنت دخلت قلت في سرقة وأنا بكتب كنت تقول لي في سارق وسرقة ما هو. نمشي لنا من هو السارق؟ هذا ولاش قول من هو السارق؟ أنا صاحب البيت. أنت صاحب البيت. تمام. أيوه. من هو السارق؟ هذا ماله؟ هذا السارق. هذا السارق؟ هذا السارق. هذا السارق. تحسبون بالله انه ما فعل. نزل يدك نزل. مالك؟ اصبر يا فندم. ماله بيأشر هكذا ماله؟ اصبر. هذا هو سارق قد غشناه 5 مرات هذا وقد قطعنا يده وطلعت. ايوه. اصبر لو يدري. اصبر لا انت بتقلش بيتحاكى عليك. انا والله سارق انا لا يدخل ما جحر الحمام. يقول لك هذا ينفع للاي وقد اي هو مدير القسم. ايش فيك؟ خليك انت السارق وانا اساس معك وهاي خارجونا. لا سامح. الله عليك وعلى من دي جنة. يا اخي ازعجتونا. هذا سارق تقطع يده. تقطع يده. تقطع يد الكلب هذا. تقطع يده الان. قد زقلنا قلنا لك وطلعت يده. يا عسكري الدل هذا اللي بيقصقص الايادي. اصبر خلاص اسمع. ما هو انا قد انا مسامح له. ما خلاص مسامح لي هو مسامح لي سامح لك. خلاص مسامح له. يلا نتوكل. تعال والله ما تخرج الا قد قطعنا بسم الله يدعك. لا نتسامح سامح. اسكت اسكت ولو سامح. انا مسامح له. شوف هذا هو نسبي. هو حمار بعض الحين يسرق وما ادري الا يديني اكثر من ما سرق. الله يوفقه. ما هوش على السرقه. ما قطع يده على السرقه. قطع يده لانه اشر الى هذا الرجل الشريف العفيف المجاهد. انت ما انتش داري. ها هذا عنده دماغ في اختلال النوغه. انا صح اسمه اختلال النوغه. صح. انا اصلا عندما اشتغل يأشر. هكذا عندما انا يأشر اشتغل هكذا. ويشتي عندما يأشر عين عندي مسألة. من هو ذي لابس الشال الازرق؟ عين فيه اختلال النوغه. انا افتالك الله يضم خبرك. يعني هو هذا مريض. نسوي والله لا يقعد لنا مشكله. هو مريض. اللسان هذا يسوي مريض. ايوه والله انه غلطه يعني ما تغتفر. انه مد يعني اكرمك الله وجزاك الله خير. يلا اي خدمه احسن. الله يوفقكم. يلا انت قسما بالله انه هذا السارق. هي ما الحين انه هذا السارق. بسرعه كيف بسرعه كيف ضربنا. هيا والله لقص يدك ما الحين بعد بهذه الغلطه الشنيعه. ايش فيك؟ جلس والله. جلس. ما هذا في وجهك؟ اعتدوا علي. ضربنا وهو بيسرق داخل البيت. اي بيت ضربوك. ضربوني اعتدوا علي. جاوا بيتك وضربوك. لا في بيته. في بيته. في بيته. وهذا اكرام الضيف. اي الضيف هي الضيف. وهذا الحنان. انا كم قد لبج ضيوف. هذا الكلب انا قد قلت له اكثر من مره. لا تكون في هذا باطل. نرجع احنا الله وفقك. الله وانت ايش ليش دخلت؟ دخلت علي التزامات التزامنا. نعم عليه التزامات وهذا واجبه كمجاهد. واجبه. نعم ما في راسك. مش دخلك انت. هذا يدخل اي بيت. ان نديه له انا هذا نشتكي يا حمار يدخل اي بيت. بس له ايش الصوره الرضيعه هذه. ايش عليك انت؟ شكرا لك. ايش عليك؟ بيتك. خلاص ها وغير رجعتوني انا سارق. ايوه انت سارق وتقطع يدك لانك مديت يدك عليه. احنا اسفين واحنا محكمين. ويعلم الله. احنا محكمين واحنا اسفين. يلا سيدي وعيني
انت تعرف البيت، اهلا وسهلا في اي وقت ادخل من الطاقه من الباب قطعك داري بكل شيء، يمكن قد معك مفاتيح الله يوفقك، واحنا نستاذن. يلا واسالك بالله لا ما جيت ضيفنا غدوه غير نبني قبل ما تجي، تمام؟ سدوا. ما ادري ايش لو قدك في الغرفه. يلا الله معك. اصبر هذا التلفون حقي بيجرس. ايوه صح هذا انه يا الله خرج التلفون اي تلفون؟ لا انا يا الله اسكت التلفون يا اخي. وين التلفون؟ وين؟ هذا التلفون حقي. ترى انا عندي هذا التلفون. شوف هذا حق التلفون. تلفون؟ أيوه. الله هذه صورتك نعم. ايوه. ما بالصوره ما ترى انا ايش دي دخلها لا جيبي والله ما ادري، يمكن انه الجيل الذي كانوا يجوا يحاربوكم في المعسكر ويبزوا الادوات حق مشاكل ولا الجن مشاكل. الجيل كانوا يبزوا الزلط والتوبنا وهذا هم نفسهم يبزوا التلفون من جيبي. الله معاكم. الله اهلا وسهلا فوق العين فوق الراس. الجن حتى هنا. سأحكي لكم قصة سيد الزمان وصاحب الكولبان الإنسان حسين بدر الدين الحوثي. كان سيدي حسين يتمشى في زقازيق صعدة. شنو صعدة؟ هذا صعدة بلد في اليمن سيطر عليها اليماني يا أهون. فكان يلوي فإذا به يرى بركة، حوض، بركة ماء كانت شبه جافة أو أنها كانت جافة، فأدخل رجليه ومدد هكذا أرجيله إلى داخل البركة. فبعد يمكن 5 دقائق إلا وامتلت يا ضعي، امتلت البركة من امتلت البركة يعني بركة. عليش البكاء؟ بركة افرحوا. انت مشى كذا قوي فكان أن أدخل رجليه في هذه البركة فماذا لاحظ؟ يا من يرى ما في البعوض ويسمع، لاحظ أن المياه باردة ثلج مسكرة. هتستغربوا كيف لا ما درى أني مسكرة؟ والله ما لي علم حتى أنا، يمكن مش مسكرة، كذب الشيطان. لاحظ فيها السمك، جاء إلى البركة سمك. شنو سمك؟ شنو سمك؟ فإذا بالسمك يلتوي حول رجليه ويقبلها تارة هنا وتارة هنا، يا ليتني كنت سمكة ولا تونة ولا شمشتيكة. فنظر إليها سيدي حسن بدر الدين فرأى السمك يلوي ها هنا وها هنا، فقال يا حفيد مركبة سيدنا يونس. أتعرفون قصة سيدنا يونس عندما جاءه سمك وأصبح له مركبة؟ أتعرفون؟ نعم. فقال يا حفيد سيارة سيدنا يونس أيش تشتي؟ فلاحظ سيدنا حسين بدر الدين أن السمكة جائعة بسبب العدوان، ما عاد بشأل أزمة ولا نفط ولا بترول ولا شيء، الحصار بسبب الحصار. فنظر فلاحظ الدموع تنزل من عيني حتى سمك القش والاخضبوط وصل حجب سمك القش من الجوع.
فنظر إليه سيدنا فلاحظ أن السمك جائع، فنهض من مكانه وذهب إلى بيته وقال لمرته هل هناك شيئا في البيت نأكل؟ تصدقوا بيت سيدي حسين لقي فيه شيء؟ جاوبته مرته قالت كل شيء موجود. قال اسكتي لنا ثنتين، اتي لنا ثنتين تونة وحبات دجاج ونفر رز من الملوخية واحد مكرونة. فأخذين إلى عند السمك فنذقين. شنو نذقين؟ تمام. شنو ذكرني الذي في أذني يحكني حكيك الطنائن. فقلت له شنو 6 دقائق؟ فقال فأخذهن فنذقهن إلى السمك فإذا بالسمك يلتهمهن. وقال له أحد السمك لو سمحت 2 بمسك. صلوا على آل محمد بس. سجل للزمن يا زمن الحوثي عدو الوطن يفجر بيوت اليمن واشعل حربها والفتن. سجل للزمن يا زمن الحوثي عدو الوطن يفجر بيوت اليمن واشعل حربها والفتن. الحوثي زعيم السرق ادخل شعبنا في نفق
منجم والسارق معلم ما واحد يقول بم والعالم حرف يا السبع العجاف يا اصحاب الصراخات والمسكين خاف من حوف الأكتاف يا اصحاب الشعارات